السلام عليكم. حبيت في فيديو النهاردة أعمل معاكم الطحينة، وهعمل معاكم إن شاء الله أحلى طحينة بطريقة سهلة وبسيطة، بطعم وقوام زي الجاهز بالظبط وأحلى كمان، وبمقادير بسيطة. مش بس كده، هعملها لك والطريقة اللي هنضيف لها الطريقة اللي هي بالسمسم بس. انت بقى اختاري الطريقة اللي انت تحبيها وجربيها وقولي لي رأيك ايه. عاوزة اقولك لو انت عملت الطريقة ديت هتوفري كتير قوي قوي قوي. اولا في الفلوس، وتاني حاجة في الجودة، وكمان في الكمية اللي انت هتعمليها. هعرفك دلوقتي الكمية قد ايه وهتطلع معاكي قد ايه. يلا بينا نعمل الطحينة الخام في البيت بطريقة ومقادير سهلة جدا. بس قبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. هنبدأ بالطريقة الأولى وهي بالسمسم بس من غير أي إضافات. هنستخدم كوباية من السمسم ونص كوباية من الزيت. أول حاجة هنبدأ بقى نتعامل مع كوباية السمسم. هاخدها في طاسة على النار وهبدأ بس أسخنها، بس مش هحمصها، لأ هخليها تبقى دافية كده شوية. والخطوة دي مهمة جدا جدا، لأن احنا لما بنسخن السمسم بس بنسخنه مش بنحمصه، ده بيساعد السمسم لما بنيجي نطحنه ان هو يخرج الزيوت اللي جواه ويدي قوام حلو جدا جدا للطحينة. وكده خلاص السمسم بتاعنا بقى جاهز. انا بمسكه ازاي؟ يدوب بس بحس ان هو دافي في ايدي. يلا بينا نشوف الخطوة اللي بعد كده. وده شكل السمسم بتاعنا بعد ما خلاص سخناه. يلا بينا بقى نطحن السمسم مع بعض. انا استخدمت مطحنة الخلاط العادية خالص اللي بنطحن فيها التوابل. هنزل فيها كمية من السمسم بتاعنا، بس مش هاملة المطحنة للاخر عشان السمسم ياخد راحته كده في الطحن، ويبقى كل الحبيبات مطحونة كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده انا ما مريتش المطحنة للاخر، وهقفل المطحنة كويس جدا. ويلا بينا هنطحن بقى السمسم ده كويس جدا جدا لحد ما نحس ان هو طلع كل الزيوت اللي جواه. اهم حاجة ما تزهقيش، هو الموضوع ما بياخدش وقت خالص خالص، بس انا ماشية معاكي واحدة واحدة عشان اقولك كل التفاصيل. بس لو انت بتعمليها في البيت مش هتاخد منك وقت خالص. وده شكل السمسم اللي احنا محتاجينه. هتحس ان فيه زيوت كده في المطحنة من تحت، وهتلاقي ملمسه في ايدك كده ناعم وحلو قوي قوي. وهي دي النتيجة اللي احنا عاوزينها. لما توصلي للمرحلة دي يبقى كده خلاص مش هنطحن تاني. ويلا بينا بقى نطحن بقية الكمية. وده شكل السمسم بتاعنا بعد ما خلاص خلصت كل الكمية وطحنتها. بتكون بالشكل ده كده بالظبط. هتحس انها ناعمة قوي قوي معاكي ومعادش فيها اي حبيبات خالص للسمسم، وطالع فيها كل الزيوت بتاعتها بالشكل ده كده بالظبط. في الخطوة دي يلا بينا نجيب الخلاط بتاعنا ونشوف هنعمل الطحينة ازاي. اول حاجة هنجيب نص كوباية الزيت، هحط نص الكمية على سكينة الخلاط، وهنضرب بقى الزيت في الخلاط كويس جدا. هتحسي في الخطوة ديت ان الزيت غلي في كل شفشق الخلاط من جوه، وكمان هتلاقي ان الزيت قوامه تقل وشكله اتغير، وكمان لونه بقى فاتح، بقى لونه ابيض. الخطوة دي كويسة جدا ومهمة جدا، وده بيخلي مفيش اي حاجة تلزق في جوانب الخلاط ابدا، والحاجة تتفرم بسهولة في قلب الخلاط. شوفي ازاي شكله بقى عامل ازاي، واللون الابيض بتاع الزيت، وكل حواف الخلاط ازاي بقت كلها زيت. خلاص في الوقت ده بقى هننزل بكل كمية السمسم بتاعتنا اللي احنا طحناها. في الوقت ده بقى هنشغل الخلاط ونخلط المكونات دي كويس جدا. وبعد ما احس كده ان الخليط بدأ يتقل معايا، هنزل بخيط رفيع خالص من الزيت بباقي نص كوباية الزيت اللي احنا بنستخدمها، لحد ما يوصل معاكي الخليط بالشكل ده كده بالظبط. شوفوا القوام حلو ازاي، هو مش تقيل قوي لان المكونات لسه سخنة، بس لما هتبرد هيبقى القوام مظبوط 100%. وهضيف في الاخر خالص رشة صغيرة خالص من الملح، وده بس عشان نظبط بيها الطعم. وما تزوديش الملح عشان لو حبيتي تستخدمي الطحينة في الحلاوة الطحينية فما تبقاش مالحة معاكي. وهتديلها ضربة وخلاص كده الطحينة بقت جاهزة معانا، وهو ده القوام بتاعها. وكده خلاص الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة. هتحس ان القوام بتاعها خفيف شوية، بس هو مش خفيف لان هي لسه سخنة ولسه هتبرد، ولما هتبرد القوام هيكون مظبوط. وما تحاوليش تقليها عن كده،
طبعا انا عملت كمية قليلة من الطريقة دي، يعني عملت كوباية سمسم واحدة. انت ممكن تضاعفي الكمية، يعني ممكن تجيبي كوبايتين من السمسم وتحطي معاهم كوباية من الزيت. طبعا في الوصفة الاصلية بنستخدم زيت السمسم، بس طبعا عشان زيت السمسم غالي فاحنا بنستخدم زيت الذرة العادي. شوفوا كوباية سمسم واحدة عملت معايا قد ايه طحينة، عملت معايا برطمان من الطحينة. يلا بينا نعمل الطريقة التانية للطحينة باستخدام الدقيق. تعالوا نشوف المقادير. هنستخدم كوباية من السمسم وكوباية من الدقيق وكمان كوباية من الزيت. بس كده، هي دي المقادير، مقادير بسيطة جدا. اول حاجة هنعملها ان احنا هنسخن كوباية السمسم، بس احنا هندفيها مش هنحمصها عشان السمسم بتاعنا يكون مستعد ان يطلع الزيت بتاعته اثناء الطحن. هننزل السمسم بتاعنا في طبق بعد ما خلاص سخناه، وفي نفس الطاسة اللي سخنا فيها السمسم هنسخن برضو فيها الدقيق. والخطوة دي مهمة جدا علشان اطلع الرطوبة اللي موجودة جوه الدقيق. وكان ممكن في الخطوة دي ان انا اخلط الدقيق والسمسم مع بعض واسخنهم مع بعض في نفس الوقت، بس انا حبيت ان انا افصل ما بينهم الاتنين. لو انتي حبيتي تسخني السمسم والدقيق في نفس الوقت فعادي جدا خالص، وهتديكي برضو نفس النتيجة في الاخر. ودلوقتي انا سخنت الدقيق وخلاص، الدقيق بقى جاهز معايا وخلاص الرطوبة اللي فيه طلعت كده. السمسم جاهز معايا وكمان الدقيق جاهز. يلا بينا بقى نطحن السمسم بتاعنا. وده شكل السمسم بتاعنا بعد ما خلصت طحناه. طحنته بنفس الطريقة الأولانية بالظبط في مطحنة الخلاط. ودلوقتي هجيب شفشق الخلاط وانزل فيه بنص كمية الزيت بتاعتنا اللي هي نص الكوباية، وهشغل بقى الخلاط على الزيت ده لحد ما احس ان لونه بقى ابيض وكمان قوامه تقل شوية. بس مش هنضرب كتير، هما بس ضربتين مش اكتر من كده. واول ما الزيت لونه يتغير بالشكل ده خلاص نوقف ضرب. ويلا بينا ننزل بباقي المكونات. هننزل بكل كمية السمسم اللي احنا طحناها، وكمان هننزل عليها بكمية الدقيق كلها، ونبدأ ننزل بالزيت عليهم واحدة واحدة لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعض. وكمان هنضيف عليها رشة الملح. بس كده، وهنخلط بقى كل المكونات دي مع بعضها. وتابعي الخليط وشوفي القوام اللي انتي حباه تقيل حباه خفيف براحتك، شوفي اللي يريحك واعمليه. وطبعا احنا بنتحكم في قوام الخليط بتاعنا بكمية الزيت اللي احنا بنحطها. يعني انا قلت كوباية، ممكن تخليها اقل شوية لو عايزة القوام اتقل. وبتنزلي بكمية الزيت بخط رفيع زي ما انت شايفة كده بالظبط لحد ما تحسي ان القوام كله تجانس مع بعضه. وتضربي بقى الخليط ده كويس جدا لحد ما تحسيه بقى سلس وناعم كده، والقوام بقى مظبوط معاكي. وهو ده شكل الخليط بتاعنا بعد ما خلاص خلص. شوفوا القوام عامل ازاي، بجد القوام ده مظبوط جدا جدا. لو انت حبيتي تقلي القوام شوية فانت هتقللي كمية الزيت شوية وهتتابعيها طبعا. انما القوام ده مظبوط جدا لان الخليط لسه سخن، لسه لما هيبرد هيتقل اكتر من كده. وده شكل الطحينة بتاعتنا بالطريقة التانية بعد ما خلاص خلصت. شوفوا القوام حلو ازاي، بجد جميل جدا جدا. كوباية السمسم وكوباية الدقيق اللي احنا استخدمناهم عملولي برطمان ونص من الطحينة. شوفوا كمية قد ايه كبيرة وحلوة. شوفوا الكمية دي بقى لو انت اشتريتيها من بره هتجيبيها بكام. وكمان مش بس كده، ده كفاية انها معمولة في البيت وعارفة حاطة فيها ايه بالظبط. يعني احنا عاملينها بايدينا في البيت، يعني دي حاجة نظيفة جدا وحاجة مضمونة جدا جدا. اهم حاجة تحتفظي بالطحينة في برطمانات نظيفة ومتنشفة ومتعقمة كويس جدا جدا. وممكن تحتفظي بالطحينة دي برا التلاجة او في التلاجة، مش هيجرالها حاجة ابدا. انا استخدمت النهاردة في الطريقتين ربع كيلو من السمسم ب25 جنيه، وربع كيلو السمسم ده عمل لي كيلو الا ربع من الطحينة. بجد حلوة قوي وموفرة جدا، لان شوفي كيلو الطحينة بكام الوقتي. وكمان مضمونة جدا وطعم حلو جدا جدا. يلا جربي الطحينة وقوليلي ايه رأيك في الكومنتات. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلب انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، واستنى رأيكم في الكومنتات.